ندخل بعد كده تمام، على آخر دولة هنتكلم عليها وهي الدولة الفاطمية. تمام، واحدة واحدة بقى. الدولة الفاطمية هي هتبقى في مصر، ولكن أصلًا هي اتأسست فين؟ اتأسست برّه مصر. طب كانت موجودة فين أصلًا؟ الدولة الفاطمية دي أصلًا كان مكانها أصلًا في المغرب. يبقى مكانها فين؟ في المغرب، وكانت عايزة تيجي تحتل مصر. يبقى أنا عندي الدولة الطولونية والأخشيدية والأيوبية والمماليك كلّهم نشأوا في مصر. الوحيدة اللي ما نشأتش في مصر ولكن جات احتلت مصر هي الدولة الفاطمية. تمام؟ تمام. طب مثلًا الدولة الفاطمية اتسمت بالاسم ده ليه؟ نسبةً إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعًا السيدة فاطمة كانت ماتت من سنين. أوكي، هي اتسمت نسبةً لكده السيدة فاطمة. أوكي، يعني نشأت بعدها بكتير. عشان دلوقتي أمّا آجي أعمل مدرسة اسمها مسجد عمر بن الخطاب. طب هل سيدنا عمر بن الخطاب عايش؟ لأ، ده نسبةً ليه. أوكي، يبقى أنا عندي الدولة الفاطمية اتسمت نسبةً إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول. أوكي، تمام. اتعملت فين؟ زي ما باقول لك اتعملت في بلاد المغرب. أوكي، الفاطميين بقى كانوا عينيهم إن هم عايزين يحتلوا مصر. ليه؟ أولًا عشان موقع مصر موقع جغرافي متميز، وكمان علشان خاطر مصر فيها خيرات وثروات بالهبل وثروات كتير بقى، نهر النيل ومعادن ومصادر الطاقة ويا إلى آخره. أوكي، تمام، جميل. إيه كمان تاني؟ علشان الفاطميين قالوا لك إيه؟ قالوا لك إحنا لو رُحنا احتلينا مصر، مصر قريبة من الشام وقريبة من الحجاز، فإحنا لو احتلينا مصر هنقدر بعد كده نحتل الشام والحجاز وده اللي هيحصل بالفعل. أوكي، يبقى أنا دلوقتي تمام، عندي ليه الفاطميين كانوا عايزين يحتلوا مصر؟ بسبب الموقع الجغرافي وثروات مصر. أوكي، تمام، وقُرب مصر من الشام والحجاز. اختصر الدنيا معايا كده وضبّط الدنيا والدنيا سهلة ما فيش حاجة. المهم الفاطميين كانوا عايزين يحتلوا مصر من زمان جدًا، ولكن في عهد بقى خليفة اسمه الخليفة المُعِز لدين الله الفاطمي. في عهد الخليفة المُعِز لدين الله الفاطمي أخذ القرار بإن هو يروح يحتل مصر. جميل، جميل. فنادى القائد بتاعه. القائد ده اسمه إيه؟ اسمه جوهر الصقلي. قال له: "يا جوهر، تعالَ يا جوهر، تعالَ يا جوهر يا صقلي تعالَ عايزك. باقول لك إيه، أنا هابدأ إن أنا أجهّز الجيش وعايزك أنت تبقى قائد الجيش تروح تمام، تنتصر على الدولة الأخشيدية وتحتل مصر." تعالَ نحكي بقى بالتفصيل. بُص، بُص معايا كده. تعالَ نقرّب الخريطة وأفهّمك الدنيا ماشية إزاي. المغرب أهي، أوكي، ومصر هنا أهي، جميل، أهي كل دي كده هنا مصر أهي، جميل، تمام. الخليفة المُعِز لله عمل إيه؟ بدأ إن هو يضبّط الطريق هنا أهو. تمام، بدأ إن هو يضبّط الطريق أهو. تمام، من المغرب لمصر. أوكي، أو من تونس لمصر اللي هي جنب المغرب. يبقى أول حاجة مهد الطريق من تونس لمصر، وبدأ إن هو بعد ما ضبّط الطريق عشان الجنود وهُم مسافرين، بدأ بقى إن هو يعمل إيه، يعمل استراحات عشان الجنود وهُم مسافرين يرتاحوا، وبدأ إن هو يحفر آبار عشان الجنود وهُم مسافرين يشربوا. يبقى مهد الطريق من تونس لمصر، وحفر آبار وأقام استراحات. أوكي، تمام، وبدأ إن هو يدرّب الجيش وهكذا. المهم بعد كده زي ما قُلت لك نقدر على القائد تمام، اللي هو دراعه اليمين اللي هو اسمه جوهر الصقلي. أوكي، وقال له: "يا جوهر، بُص يا جوهر، أنا عايزك بقى خلاص. أنا عرفت إن كافور الإخشيدي اللي هو كان ماسك الدولة الإخشيدية مات، وكده مصر ما فيهاش حاكم قوي، فخُد الجيش تمام، وأنت تبقى القائد وروح احتل مصر." فجوهر الثقلي طلع إن هو قائد الجيش بعد وفاة كافور الإخشيدي كويس، ونجح في الاستيلاء على مصر بعد ما هزم الدولة الأخشيدية. أوكي، وكده تحولت مصر من تابعة للخلافة العباسية إلى الخلافة الفاطمية، عشان ييجي يقول لك انتهت تبعية مصر من الخلافة العباسية وتحولت للخلافة الفاطمية. في عهد مين؟ في عهد الخليفة المعز لله الفاطمي. أما مين راح يستولى على مصر؟ جوهر الصقلي. أوكي؟ تمام. المهم جوهر الصقلي بعد كده رفع التليفون وقال له: "يا خليفة يا معز أنا استوليت على مصر، يلا تعالَ، تعالَ احكم مصر." أوكي؟ ومن هنا بدأت مصر تكون عاصمة الدولة الفاطمية، وبعد كده الخليفة المعز لله الفاطمي قدر إن هو يحتل الشام والحجاز اللي هو أصلًا كان عايز يحتل مصر عشان خاطر يحتلهم بعد كده. تعالَ نعرف بقى مع بعض إنجازات الفاطميين. بُص، الفاطميين تمام، عملوا حاجات مهمة جدًا عندنا في مصر. أولًا كفاية إن أنا أقول لك إن هم اللي بنوا مدينة القاهرة اللي هي دلوقتي عاصمة مصر. ده أول حاجة بنوا مدينة القاهرة. تاني حاجة إن هم
بنوا تمام مسجد مشهور جدًا، جدًا، جدًا وهو الأزهر الشريف. يبقى أنا عندي بنوا القاهرة، أوكي، بنوا مدينة القاهرة طبعًا ليه بنوها؟ عشان تكون عاصمة لمصر، أوكي، تكون عاصمة للدولة الفاطمية كمان. بنوا مسجد زي مسجد إيه؟ بالضبط زي ما جمال الأزهر الشريف. إيه كمان؟ عملوا جيش وأسطول قوي، أوكي، بدأوا إن هم يعملوا العملات هكذا. تعالَ نتكلم عليهم بالتفصيل. بس زي ما أنا قُلت لك، بنوا مدينة القاهرة عشان تكون عاصمة، بنوا جامع الأزهر، بنوا مدرسة اسمها المدرسة الحافظية ودي موجودة في إسكندرية، أوكي، تمام، ماشي، يبقى كده بنوا جامع الأزهر ومدينة القاهرة، بنوا جامع الأزهر ومدينة القاهرة، أوكي، إيه كمان تاني؟ بنوا جيش وأسطول قوي. طب ثواني، بنوا جيش وأسطول قوي ليه؟ عشان يبدأوا إن هم يفتحوا أماكن كتيرة، ويبدأوا إن هم يأمنوا الأماكن بقى اللي هم فتحوها، يبقى هنفتح أماكن جديدة وهنأمن الأماكن اللي إحنا أخدناها وننشر الأمن الأمان وهكذا. وهنعمل عملة جديدة، العملة دي هيبقى عليها اسم الخليفة الفاطمي. يبقى ثواني، يبقى من شوية تمام، في عهد الدولة اللي كانت موجودة قبل كده اللي هي دولة إيه؟ اللي هي الدولة الأخشيدية. الدولة الأخشيدية عملوا العملة عليها اسم الخليفة واسم الوالي. هنا عندي إيه؟ اسم الخليفة بس، أوكي؟ بدأوا إن هم يحتفلوا بالأعياد ولغاية ما نشطت بقى التجارة واهتموا ب زراعة الأشجار، تمام؟ وبدأ إن هم ياخدوا الأشجار الخشب بتاع الأشجار ويقطعوه ويعملوا منه السفن ويهتموا بصناعة السفن، وكانوا يعاملوا الفلاح معاملة كويسة وتسامح وفلاح يا حبيبنا، وبدأ إن هم يهتموا بيه، أنت مهم عشان أنت بتأكلنا كل الكلام الحلو ده، أوكي، تمام. يا رب نكونوا استفدتوا معانا، وإن شاء الله أنا معاكم لآخر الترم، وهيبقى في مراجعات جديدة، وهابقى معاك كمان ليالي الامتحانات. اعمل اشتراك للقناة، وابعت الفيديو تمام لكل زمايلك عشان يستفادوا، وخليك متابعنا، وإن شاء الله أستناك تمام تجيب درجة نهائية في آخر السنة، وإن شاء الله ترفع راسنا وأنا معاك وجنبك. بس بالله عليك ذاكر، بالله عليك ذاكر، بالله عليك ذاكر. يا أخي بالله عليك ذاكر. بُص هاقلب هندي أهو، هاقلب هندي، ذاكر بالله عليك. يا رب تكونوا استفدتوا، ونلتقي في حصة جديدة، هتوحشوني. سلام.